السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير وسلام ومحبه. ودايما مشاهد جبل عرفات بتبقى مشاهد الحقيقه روحانيه ومبهجه، ويعني بنفضل طول اليوم نشاهدها، وطول اليوم نلبي كده ونقول لبيك اللهم لبيك. خلونا ارحب بضيفي الكريم المبتهل والمنشد محمد خفاجه. صباح الخير عليكم، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك يا رب. كل سنه وانت طيبه والساده المشاهدين كلهم بخير. زي ما عودتنا احنا عايزين نبدا بآيات من الذكر الحكيم، وبعد كده نستكمل فقرتنا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دايما بتكون معانا وتقول لنا اكتر عن الانشاد والابتهال الديني، ويمكن تطور الفتره الاخيره الانشاد والابتهال الديني، سواء ببعض الشباب او حتى دخول بعض الادوات والتكنولوجيا حتى الحديثه عليه. بس انا عايزه اعرف مين من المبتهلين والمرشدين اللي انت يمكن تتلمست على ايديهم او بتمشي على خطى المدارس الخاصه بيهم. هي المدرسه اللي لازال كل الناس بتتعلم منها هو التراث القديم. الشيخ نصر الدين طوبار، الشيخ محمد الطوخي، الشيخ النقشبندي، الشيخ طه الفاشني، والناس دي لازال بيدرس التراث بتاعهم الى الان. حتى في كل الناس اللي بتدرس مقامات صوتيه لابد من ان هو بيدرس التراث القديم ده الى الان. فكلنا نشأنا على العظماء دول ولا زالوا الى الان هم القادة اللي هم على الساحة، وإن كان موجود دلوقتي ناس كتير موجودة كويسة، بس التراث القديم لازال هو المحبب لقلبي أكثر يعني. طيب خلينا بقى نسمع حاجة إنشاد أو ابتهال. هنسمع ابتهال للشيخ محمد الطوخي عن الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تلاقوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي عليه مرة 10 ويوم القيامة يبقى في النعيم مقيما لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض محمد في الأرض محمد في السماء أحمد عند الإله مقرب محبوب هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها قد صلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته قولوا صلى الله عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها قد صلينا اليوم عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. الله يسلمك. بتشوف انه زي ما انت قلت قبل ما تمتعنا طبعا بالتهالات اللطيفه، انه الشباب الجديد او اللي طالع جديد على الرغم من ان هم بيرجعوا مره تانية الى التراث لكن مستمرين في التجديد ايضا. هل السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي ساعد في وجود شباب مختلف على الساحة الفنية باختلاف أعمارهم، وكمان وجود يمكن بقينا نشوف بنات؟ الأول ما كناش بنشوف بنات، يمكن بدأنا بقى آخر 4-5 سنين بقينا نشوف في فرق كمان للإنشاد، فتيات لطاف جدا وأصواتهم كويسة جدا. السوشيال ميديا ساعدت في ده ولا إيه اللي خلى الحركة المختلفة دي؟ لا أكيد ساعد، السوشيال ميديا ساعد كتير قوي. وبعدين النهارده هي دعوه من خلال البرنامج بتاع حضراتكم ان انا
انا كرب اسره ان انا اقول لاولادي بدل ما تسمعوا المهرجانات والكلام دلوقتي اللي هو ما بقاش لائق بنا كأمة الاسلام، علينا ان احنا نرجع للانشاد والابتهالات والمدائح النبويه وللصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحفز ولادي على الكلام ده، وان هم يدرسوا، خصوصا يبقى في مدارس دلوقتي طبعا. لتعليم المقامات والانشاد الديني. فانا السوشيال ميديا ساعدت كتير جدا، ولا زال على الساحه سواء زي ما حضرتك ذكرتي من البنات او من الشباب اسماء دلوقتي ما شاء الله بقت مسموعه مش في مصر بس، كمان في الوطن العربي كمان. طيب تسمعنا ايه بقى تاني؟ هنسمع انشاد عن برضو عن الحج، لانه النهارده يوم عرفه. ماشي. وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم بتذكرني بدعوة. يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة. يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولاك الرحمة، واذكرني أمامها وادعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجمال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو ليه احنا مرتبط في ذاكرتنا ان الانشاد والابتهالات الدينيه فقط في المناسبات الدينيه، على الرغم انه فعلا الفتره الاخيره بنسمع كتير بحكم وجود السوشيال ميديا والمنصات المختلفه اللي ممكن نشوف فيها فيديوز قصيره للمنشدين، بس ليه مرتبط معانا بالاحتفالات الدينيه اكتر؟ هي الناس بتقرب لربنا شويه، وإن كان ده الأصل العبادة بتاعتنا اللي ربنا خلقنا فطر الناس عليها، هي عبادة الله تبارك وتعالى في كل الأوقات. صحيح. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب باقي الشهور، هو رب الأيام كلها. هو بس الناس يعني بتنتهز إن دي أيام طاعة لله سبحانه وتعالى، فبتبعد على المحرمات شوية إن هي تقرب للطاعات، وإن كان أولى إن هي دايما على مدار العام وفي كل أوقاتها الحياة كلها عبادة. فأنا وأنا رايح شغلي رايح ليه؟ عشان أعفي ولادي عن الحرام، إن أنا يعني أمد إيدي للحرام، فدي عبادة. لو هو في نيته إن خارج يعف ولاده فبياخد حسنات. اللقمة يطعمها الرجل في فم زوجته فهي عبادة. القول يعني الكلمة الطيبة عبادة وصدقة، ابتسامات في وجه اخيك صدقة، فديننا كله عبادة. فاحنا عايزين نغير بقى الفكر، بين الناس كلها بتتجه في أيام زي العشر الأوائل من ذي الحجة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أفضل أيام الدنيا. فالناس كلها بما إن في ناس كتير صايمة، وخصوصا النهارده وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. فالناس في اليوم ده يعني تتجنب شوية، ولكن لا، احنا عايزين على طول، عايزين حياتنا كلها تكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وإن رجعنا، إن عدنا إلى دين، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، إن عدنا إلى الدين الحنيف والله لا يعني لانصلح حال المسلمين في بقاع الأرض كلها. طب نسمع بقى برضه حاجة. احنا في ابتهال للشاعر محمد علي راشد عن الحج، وهو من الشعراء المعاصرين الجدد اللي له بصمة
حتى كتير من المبتهلين في إذاعة القرآن الكريم بيقولوا أشعاره، فاحنا نقول له ابتهال كده إن شاء الله بيتكلم عن الحج. يا ربنا وفد الحجيج ينادي، يا ربنا وفد الحجيج ينادي بالحب فيك وفي الحبيب الهادي، جاءوا شداة والقلوب تشدهم في لهفة للعفو منك كالقصاد، جاءوا شداة والقلوب تشدهم في لهفة للعفو كالقصاد، وبرغم ما قد قصرت أفعالهم، وبرغم ما قد قصرت أفعالهم، فرجاؤهم ألا ترد أيادي، تدعوك في عرفات، تدعوك في عرفات، تدعوك في عرفات، ترجو رحمة والعفو منك هو المنى ومرادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب، احنا تقريبا فاضل معانا وقت قد ايه عشان نشوف؟ لان انا متشوقه جدا اسمع تكبيرات العيد من حضرتك. احنا فاضل معانا 5 دقايق، فالخمس دقايق هتكفي الى تكبيرات العيد. واسال حضرتك اخر سؤال، هل الفتره اللي جايه ممكن نشوف يعني اسامي تلمع زي طوبار وزي الفشني بهذا الزخم بالثقل ده؟ يعني أنا قلت قبل كده في لقاء سابق ليا إن مصر كانت ولا زالت وستظل هي رائدة القرآن والإنشاد والابتهالات على مستوى العالم كله. يا رب يا رب. فإن شاء الله مصر بما إن هي أنجبت الشيخ طه الفاشني والشيخ محمد نصر الدين طوبار والشيخ محمد الطوخي والشيخ النقشبندي، إن شاء الله فيها أصوات الآن لامعة، وإن شاء الله ستنجب أصوات تظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا رب. فالقرآن كما نزل في مكة فهو قرئ في مصر. أنا خليني قبل ما نقول تكبيرات، لأن هنختم بتكبيرات العيد مع حضرتك، أشكرك جدا جدا المبتهل والمرشد محمد خفاجة. دايما بتنورنا ودايما يعني بتكون متواجد معانا في أغلب المناسبات الدينية، وكل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك، وكل سنة وكل مشاهدينا بألف خير وسلام، ويا رب دايما حج مبرور وذنب مغفور. اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.